والله العظيم ان هذا من اكثر الاسرار المؤلمة اللي ممكن اتكلم عنها بخصوص موضوع الثراء. لازم تدرك يا عسل انك يجب ان تتخلص من اصدقائك المفلسين. لازم، اذا انت هدفك انك تكون رجل أعمال، لازم يكون أصدقائك اللي تجلس معاهم دائما أهدافهم أنهم يكونون رجال أعمال أو هم يكونون فعلا رجال أعمال. أنا ما أقول لك روح اقطع علاقاتك بأصدقائك، لا، خلهم، لكن لا تجلس معهم كثير. فلما يكون أنت هدفك أنك تبدأ مشروع أو تبحث عن فكرة استثمارية عظيمة جدا، هل تعتقد أنك إذا رحت استراحتكم اللي فيها الشباب يلعبون فيفا من أول ما تجلسون لين نهاية السهرة وفي النهاية راح تطلع بفكرة أو فكرتين عن مشروع رهيب، إذا أنت تهذي يا صديقي العسل. لكن تعال في المقابل واجلس مع أشخاص أهدافهم أنهم يفتحون مشاريع، راح تلقاكم تتكلمون عن المشاريع 80% وتطلع معكم 90 فكرة و5000 فرصة استثمارية. مبالغة، ولكن فعلا هي أرض خصبة. المحيط يعتبر أرض خصبة فعلا للثراء.